تفضل يا رامي يا غاتي يا حبيبي، هذا صحن الدولمة جاهز من ايد عراقية وطعم عراقي لذيذ جدا. بتبكي. وهيدي السفرة العراقية عند بيسترو بغداد بالشانزليزيه بنص باريس، وإذا كل يوم باكل دولمة ما بقول لا. يعني اليوم جايب لك سفرة عراقية. اليوم جاي أعرفكم على المطبخ العراقي التراثي، من الكبة العراقية للكوزي للبامية للتشريب للكباب العراقي. أي مدينة قلت لي أنت؟ هذه ديالة. ديالى. وهذا يشتهرون به أهل النجف هم. أهل النجف. نعم. لكن اكثر منطقة يعملوا هذا التشريب هو اهل الغربية، جماعة الانبار، وهذه الرقبة تبع الخروف. يشربوا الخبز بمية تشريب. يا سلام على الدهن. هيدي بالعراق بيقولوا لها كبة الموصل، وأطيب شيء ورق العنب. تفضل. وهيدي كبة حلب، بالعراق بسموها كبة حلب، وهي كبة الرز. هيدي كبة البطاطا، بطاطا تشاب تركية خدوها العراق صارت كبة عراقية بامتياز. وهيدي الأوزي مع هيدي اللحم الدايبة ذوبان رايحة نهر. دوقي لي هالكباب العراقي لنشوف. أنا رح فرجيك كيف بياكلوا الكباب العراقي، خبز التنور اللي طالع من الفرن. يلا. فيني اخذه امبورتيه؟ صحة وعافية.